قنطرة واد تخزريت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة أبي الجعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم عينك على المغرب أو النشرة الجوية المغربية. في هذا الفيديو هذا غتعرفوا على واحد الرافد من أهم روافد واد عيون أم ربيع ولا واد أم ربيع اللي كيصب في المحيط الأطلسي لأزمور، ولكن قبل ذلك كيدوز على مجموعة ديال السدود الوطنية، منها سد سد زاوية الشيخ صلاح نصار. على العموم هذا الواد هذا سميتو واد تخزريت. واد تخزريت كما كتشوفوا به دابا احنا غادي لعنده، يعني كيبعد تقريبا بواحد 3 كيلومتر عن مدينة أبي الجعد، دائرة أبي الجعد تابعة لأقليم خريبكة جهة بني ملال خنيفرة. وهذا واد تخزريت صراحة الناس ديالو داروا واحد داروا واحد السد صغير باش ان الماء تبقى للماشية كما غتشوفوا بعد قليل. ايضا من بعد الفيديو، من بعد ما يسالي الفيديو، غنجيب واحد روبورتاج لذاته الاولى قبل سنة او سنتين من الان، اللي كيهضروا فيه على القنطرة ديال واد تخزريت اللي ما بين ابي الجعد ومدينة تادلة، اللي مرة كيجيها واحد التصدعات اللي خاصها تعاود صراحة. اذا مور نسالي الفيديو غادي نجيبوا داك الروبورتاج ديال الاولى، بقوا معنا. إذن إخواني مرحبا بكم مرة أخرى. هذا هو المدخل ديال واد تخزريت أو قنطرة واد تخزريت، أحد روافد المهمة للواد الكبير أم ربيع، اللي كيغذي مجموعة ديال السدود الوطنية من قلب المملكة المغربية. وهذه دراجتي النارية التي أنتقل فيها في مدينة الصغيرة، مدينة أبي الجعد. كما كتشوفوا عودة الحياة للواد تخزريت من بعد جفاف طال سنين عديدة. وهذا ابن أخي الصغير يلعب معي. إخوان أنا راه فقط واحد صحفي هاوي أتكلم معكم، كنتفرج وكندير التعبير. ممكن تعلقوا بالشيء اللي بغيتو في هذا لي فيديو ديال قناتكم عينك على المغرب. هي واحد القناة مستقلة، قناة شخصية فقط. وهذه القنطرة القديمة اللي سميتها الشرشورة، القنطرة القديمة ديال واد تخزريت. تقريبا ما عرفتش انا الصراحة السنة بالضبط ديال إنشاء تلك القنطرة القديمة جدا، لكن فيما بعد رجعت واحد القنطرة جديدة، حتى هي راه كتعاني واحد التصدعات كما غتشوفوا في الروبورتاج الاولى في اخر الفيديو. الروبورتاج الاولى في الدقيقة 6 تقريبا. اذا وهذا السد هذا راه صايبوه الجماعة، تقريبا الجماعة المحلية صايبوه غير باش يخلي شوية ديال الماء يبقى محفوظ في قبل القنطرة ديال واد تخزريت نسبة الى الماشية. كما غتشوفوا كاين واحد الماشية كثيرة كتعرفها الدوار ديال دوار ولاد قواوش. كتعرف واحد كي عندهم واحد الاقتصاد محلي، اقتصاد لا من الحرث، تعتمدوا على البور والماشيه قليله. هذا الماء هذا غادي ينفعهم الى بقى هنا واحد المده زمنيه طويله شويه، في بدايه فصل الربيع وربما يوصل حتى الفصل الصيف. لما لا، الا كانت تساقطات مهمه. ثم الماشيه ماشيه على حسب الكساب ديالها، ماشيه قليله، كل دار فيها 100 راس 80 هكذا. هذا هو العدد ديال الماشيه في هذه الدائره، دائره ابي الجعد تابعه لاقليم خنيفره، اقليم خريبكه، وتابع ايضا الى جهه بني ملال خريبكه. هذا هو السد اللي كما تشوفوا، سد صغير محلي فقط، ماشي كيغذي واحد ما كيولد لا طاقه، كيخلي الماء للماشيه ولا الحاجه ديال الساكنه فقط. وهادشي اللي كان يا اخوان في هذا الفيديو هذا. اولا واخرا رمضان كريم، نحن الان في شهر رمضان، لكن هذا الفيديو للامانه العلميه، هذا الفيديو هذا راه صورته قبل دخول رمضان تقريبا بشي 3 ايام او 4 ايام، وعاد دابا ساليت باش ندير ليه المونتاج او التعليق الصوتي كما كتشوفوا. راه الشرشورة هي هذيك، راه قنطرة القديمة. هذا هو السد اللي تم بناؤه تقريبا قبل 3 سنوات او سنتين من الان. صراحة فكرة رائعة، الناس اللي خداو هذه الفكرة هذه وطبقوها وبناو هذه راه صراحة فكرة
رائعه جدا باش ان الماء يبقى شويه في الواد ديال تخزريت او واد سيت السيح كما تيعرفوه بساكنه المنطقه، في واد سيت السيح او واد تخزريت اللي هو رافد من الروافد المهمه لواد الربيع اللي كيغذي مجموعه ديال السدود الوطنيه وينتهي يعني في مصب المحيط الاطلسي في مدينه ازمور. والمنبع ديال عيون الربيع كما كتعرفوا راه على بعد 30 كيلومتر من مدينه خنيفره. مازال غنمشيو حتى لمدينه خنيفره وغادي نصوروا ايضا المنابع. كما كتشوفوا هذا هو راه هذه هو القنطره القديمه وسميتها الشرشوره يعني السميه المحليه. شحال عملنا في هذا الواد هذا وفي ديك الشرشوره يعني ملي كنا صغار. على العموم الحمد لله يعني كان واحد تساقطات مهمه جدا لانعاشات الفرشه المائيه خصوصا في هذه التربه يعني القاسيه اللي كتعاني منها دائره ابي الجعد. يعني كاين واحد الجفاف مهول في التساقطات في يعني التربه قاصحه بزاف هنا في دائره ابي الجعد، ماشي بحال دوائر اخرى ولا بحال مراكز اخرى مثلا كتكون التربه رطبه نوعا ما. هنا راه ما تجيش ديك الخضروات او لا شي حاجه، يعني فقط البور. هذه هي القنطره الاخوان، هي القنطره اللي خدامه الان التي تربط ما بين مدينه ابي الجعد ومدينه تادله على مركز ولاد قواوش او قنطره واد تخزريت. قنطرة واد تخزريت على بعد كيلومترات قليلة من مدينة أبي الجعد تعرف تصدعات على مستوى ردم الوقي وبعض التشققات بسقفها على إثر التساقطات المطرية الأخيرة. منشأة فنية تاريخية في حاجة إلى ترميم ضمانا لسلامة مستعملي الطريق. فتيحة أمغار، ياسين بن جلون ومحمد العربي. القنطرة على قدر المسمى هي جسر يربط بين منطقتين، لهذا كان الحرص كل الحرص أن تكون هذه المنشآت تتحقق فيها كافة سبل السلامة والأمان. بيد أن قنطرة واد تخزريت الرابطة بين مدينتي أبي جعد وقصبة تادلة والتي خضعت لعملية ترميم قبل فترة قصيرة صارت تشكل تهديدا لمرتادها. هنا تعرضت هذه القنطره تعرضت للتصدع بان الامطار الاخيره اللي عرفتها المنطقه حشات الجوانب ديالها، والان تنطالبوا من المسؤولين باش اعاده الترميم ديالها باش تاخذ القوه ديالها. في المقابل يقول المسؤولون على أن النتوءات والتصدعات لم تطل أساساتها، وأن القنطرة لا زالت في وضع يسمح لها بمرور العربات، وأن أشغال الترميم جارية ومتواصلة. هذه الأضرار فهي بسيطة، لم تؤثر لا على هيكل القنطرة ولا على مستوى حركة السير بالطريق الوطنية. وكما لاحظتم فهناك إصلاحات تتم في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله، إطلاق صفقة لإصلاح صيانة هذه القنطرة تكملة لما تم إنجازه. وفي انتظار انتهاء أعمال الترميم تبقى القناطر منشآت تحتية حيوية ومساهما أساسيا في الرفع من كفاءة النقل وخدمة أهداف